يعني يمكن ناس كتير بيسألوني ايه الدعاء اللي دايما يدعوه للشعور بالأمان مثلا. يعني دايما في ناس عندها كرب يقول لك أنا يعني في دعاء فك الكرب، وفي دعاء يعني دعاء الإجابة في الاستخارة لو في استخارة، أو دعاء المضطر. يعني في كذا حاجة الحقيقة الناس كانوا أوصوني لما أنا أقعد مع حضرتك أسألك عليها. فإيه الدعاء المحبب والله إلى قلبك اللي ممكن الصيدلية المحمدية مليانة أدعية في شتى المجالات. طب ادينا روشتات كده يعني اللي على كذا أنت دعاء. عندك اللهم أنت ربي، دعاء الاستغفار سيد الاستغفار. نعم. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. الله أكبر. ومن كل ضيق مخرجا. بس كده، ورزقه من حيث لا يحتسب. ليه الاستغفار؟ لأن الإنسان دايما محلتوش إلا ربنا، محلتوش إلا ربنا. طلع نزل، اقفل على نفسك الباب، ماليش غيرك يا رب. ممكن الواحد لو بكى قدام أهل بيته يحس بالضعف، وممكن فاكر لما أنت عيطت قدامي، إنما ربك مش هيفضحك أبدا. يا رب ماليش غيرك، هروح فين؟ بالأسلوب اللي أنت شايفه مرتاح له، لا لغة عربية فصحى ولا أي حاجة. يا رب أنا ماليش غيرك، هروح فين؟ ما أنا كل خطأ وكل بلاوي زرقاء، وخلقتني بعيوبي. افتح لي باب رحمتك وارزقني بصحبة صالحة تعني، لأن أنا مخلوق ضعيف وكل فتن، وخلقتني بغرائزي. لذلك المسلم الملتزم أفضل عند الله من الصحابي الذي رأى رسول الله. هتقول لي ازاي؟ هقول لك الصحابي الذي رأى رسول الله ووجد الحق أعوانا، لا اللي ياخد بإيده، إنما الوقت إلا من رحم الله. الحق الخيمة اللي ماشي، لو رآك لأحبك. الحق اللي عامل لي إرهابي. مش هيحصل كده ولا لا؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. الله أكبر، كلام سيدك صلى الله عليه وسلم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل أسماء الله الحسنى تجدها في هذه الكلمات. الله. طب إيه المطلوب؟ ما الدعاء مقبول بعد الثناء على الله. انت متى عاوز حاجه من واحد، انت وأظن بعد الصلاه عليه الصلاه والسلام، يعني دايما يقولوا في الدعاء اذا اردت ان يكون الدعاء مستجاب فعليك ان تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام في بدايه الدعاء وفي نهايه الدعاء. الدعاء هو معلق. نعم. حتى تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اصل الدعاء له اداب. نعم. مش اي حد. شو ايه المطلوب بقى بعد الثناء على الله ده كله؟ ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. ليه القران؟ ما تقولش ان تجعل اي حاجه ثانيه ربيع قلبي. ليه؟ اولا لانه كلام الله، لأنه فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه وفيه وفيه. أنت بتقول أنك ملتزم به، طب ينفع تقوله وأنت مش ملتزم؟ ما ينفعش، ما ينفعش. قد الشروط تأتيك الإجابة. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي. من قاله صادقا عاملا به رفع الله الهم والغم والكرب العظيم. وهناك أدعيات كثيرة. سيدنا يعقوب عليه السلام، إنما أشكو إيه؟ إليك ضعف قوتي، أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا محمد بعد أن أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب. لجأ لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لجأ لمين؟ لقيصر أو كسرى أو إلى آخره من هؤلاء الآن الذين نعيش معهم؟ لا، لجأ لرب العزة. يا رب أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي. هذا الدعاء كل مرة أقوله إلا وأنا أبكي. ليه؟ خلاص. يقول علماؤنا اللي عاوز يتقرب إلى الله في أبواب كتيرة أوليه، باب الوفاء وباب وباب، إلا بابا واحدا فاضي وعليه قلة من الناس. عارف هو إيه؟ أن تتذلل إليه. يا رب بالعكس، أن تتذلل إليه. ماليش غيرك، هروح فين؟ هروح فين يا رب؟ أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوانني على الناس.
يا أرحم الراحمين. الله على الكلمات. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو؟ وما أكثره الآن، وما أكثرهم القريب والبعيد. ملكته الشيطان، ما هو عدو وهو النفس. مولانا يمكن الإيبس بيقولوا لي ناس كتير جدا الحقيقة، بعضهم لك احنا مخنوقين، احنا تعبانين. يا ريت في حوارنا مع حضرتك وفي ختام هذا الحوار أنا عايزك تدعو دعاء ونؤمن خلفك، دعاء يطمئن القلوب، دعاء انقاذ الثوره، دعاء انقاذ المؤمنين، دعاء انقاذ مصر. حاضر. فلتدعو ونلبي ونؤمن خلفك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال كله ولك الخلق كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد الشفيع المشفع السراج المنير البشير النذير السراج المنير صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا من لا يعلم ما هو إلا هو ولا يعلم كيف هو إلا هو. يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. يا حسن التجاوز يا كريم الصفح يا عظيم المن يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله ألا تشوه خلقنا بالنار. يا من يجير ولا يجار عليه أجرنا من النار ومن خزي النار. كما نسألك رضاك والجنة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين من المسلمين وقض الدين عن المدينين من المسلمين. مذنبون فاغفر لنا، مقصرون فاعف عنا، مقصرون فاعف عنا، مختلفون فوحدنا، مختلفون فوحدنا، متفرقون فاجمعنا، حيارى فاهدنا، مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا، أذلة فأعزنا، مغلوبون فانصرنا، مغلوبون فانصرنا. اللهم أجب دعوتنا وسدد ألسنتنا، وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا. اللهم ثبت تحت التراب حجتنا، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. اللهم ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. اللهم ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا، ارحمهم كما رحمونا، أكرمهم كما أكرمونا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قاره، يا رب يا رب يا رب. اللهم إننا نحب بلدنا مصر، وقد شرفت ذكر كتابك الكريم، وقد شرفت ذكرها في كتاب الكريم، فقلت في كتابك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن والمحن وجميع البلايا ما ظهر منها وما بطن، يا الله يا الله يا الله. احفظ مصر من شر الحاقدين والحاسدين ومن شر المخلوقات أجمعين. اللهم احفظ مصر وأهلها
واجعلهم في كنفك وإنعامك وفي رباط إلى يوم القيامة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم كن لمصر والإسلام والمسلمين حافظا من مكر كل ماكر وفجر كل فاجر وشماتة كل شامت وعداوة كل عدو ومن جميع المهالك والمضار والمعاصي والحرام والضلال بقوتك يا شديد المحال. اللهم اجعل مصر منارة لكل الدنيا يا رب العالمين يا رب العالمين. أنقذ ثورتنا أنقذ ثورتنا أنقذ ثورتنا. احفظ بلادنا احفظ بلادنا احفظ بلادنا. شرفت ذكرها في كتابك فارزقنا فيها الأمن والأمان فارزقنا فيها الأمن والأمان. وعليك بمن يعاديها ويؤذيها. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. يا الله يا الله، ليس في الوجود رب سواك فيدعى ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. فتقبل اللهم دعاءنا ورجاءنا وأتم علينا نعمة الأمن والأمان وارزقنا حاكما صالحا. اللهم ارزقنا حاكما صالحا تحفظ به العباد والبلاد ويحفظ الرعية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أطعم إخواننا في الصومال أطعم إخواننا في الصومال وحنن قلوب الأغنياء على الفقراء يا رب العالمين يا رب العالمين. كن مع إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللئام اللهم عليك باليهود اللئام اللهم عليك باليهود اللئام فإنهم مفسدون في الأرض وسبحانك لا تحب المفسدين وسبحانك لا تحب المفسدين. فاكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. وانصرنا على أنفسنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا ولم شعثنا يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. اللهم اهد قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى يا رب العالمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واجعل عبادتنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة عملا بقولك جل شأنك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واهد أولادنا وبناتنا واحفظ نساءنا وأصلح جيراننا وأصلح بلادنا وأصلح الفاسد منا يا من بيده إصلاح القلوب.
أصلح فساد قلوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح شبابنا وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا وأحسن ختامنا وحسن أخلاقنا حتى نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا. هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فتقبل اللهم دعاءنا ورجاءنا. أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة وها نحن ندعوك ونرجوك دعاء من لا يملك إلا الدعاء ورجاء من لا حيلة له إلا الرجاء. فيا رب يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.